اكثر 5 محتويات يشاهدها العرب على اليوتيوب. اما المركز الاول فصراحه صدمني، وانا متاكد انه راح يصدمكم، لان ما اجى على بالي انه هذا المحتوى هو المحتوى الاكثر مشاهده في اليوتيوب بالوطن العربي. في المركز الخامس محتوى الجيمنج، لان يجيب ملايين المشاهدات وبيبثوث هواي وجيم بلاي يوميا، خصوصا الالعاب المشهوره مثل ببجي وفورتنايت وفار لايت. بالمركز الرابع المحتوى الكوميدي اللي بمقالب خفيفه وسكتشات ساخره، وهذا النوع دائما عليه تفاعل عالي، فهو اخذ المركز الرابع. اما بالمركز الثالث المحتوى التعليمي والتقني، مثل الدروس، الشروحات وتجارب تساعد الناس يتعلمون اشياء جديده. بالمركز الثاني الموسيقى والكليبات، يعني الاغاني اللي هي لحد الان اكثر بحثا على اليوتيوب في الوطن العربي، وهذا بسبب انه يعني هاي اللي خاينها حبيبها، ذاك اللي داق بين ناقصه حبيبته، هذا اللي ما اعرف صاير عنده مشكله. اما في المركز الاول وهي الصدمه، واني ما كنت متوقع انه هذا المحتوى راح ياخذ المركز الاول ابدا، محتوى ملخصات الافلام، وبسبب انه هذا المحتوى يخلي المشاهد يكمل الفيديو للنهايه من غير ما يمل، وبالتالي يعتبر من اكثر الانواع اللي تحقق ساعات مشاهده عاليه جدا بالوطن العربي. لذلك انا مسوي قناه على اليوتيوب باسم اسامه سيم، انزل بها ملخصات باللهجه العراقيه، فتعالوا شوفوه وانطوني رايكم، هل فعلا يستحق هذا المحتوى انه يكون المركز الاول؟ هاي قناتي ظاهره قدامكم، اسامه سيم، بس اكتبوا اسامه سيم باليوتيوب راح تطلع لكم، واكتبوا لنا بالتعليقات شنو اكثر محتوى تحبه على اليوتيوب. باي جايز.